يا جدعان والله العظيم ما هنلحق الكونفدراليه. والله ما هنلحق الكونفدراليه. هنخسر النهارده التالت اهو، وهنخسر من الزمالك الماتش الجاي، وممكن نخسر ماتش كمان وما نلحقش الكونفدراليه، والله ما هنلحقها. يا جدعان انا عرفت السبب في ضياع مستوى النادي الاهلي، مترجم الفريق. ما هو العنصر المشترك ما بين اللعيبه ومدرب الفرقه مين؟ المترجم. في حاجه غلط. المدرب مش عارف يوصل اي حاجه للعيبه، المدرب طول الماتش عمال يشاور لقدام، احنا بنرجع لورا. يبقى اكيد مترجم الفريق هو اللي مضيعنا. بص قلنا 10 دقايق يبقى هنجيب، هيدخل فينا، دخل فينا جون وهيدخل فينا التاني عادي، هنخسر 4 عادي. ولا بقى حصلنا ولا دوري ابطال ولا كونفدراليه. سؤال واحد يتسأل، واحد ونتناقش فيه كلنا، وكل اللي عنده سبب يتحاسب. مين السبب في وصول النادي الاهلي لهذا المستوى؟ لا، ما احنا ما وصلناش للمرحله دي قبل كده. مش مدرب بس، مدرب اسوأ مدرب جه في تاريخ النادي الاهلي، على عيني وعلى راسي انا موافقك، بس في اسباب تانية كتير لازم كلنا لازم نتناقش بقى. لان اللي بيحصل ده مش طبيعي. عارف انا مش متضايق، انا مش حاسس ان انا متزاول خالص. ليه؟ لو كان 1-0 وجبنا جون واتلغى وخلص كده هتقهر. لكن كل اللي بيحصل بعد كده لا، احنا نستاهل. احنا نستاهل نخسر 4 عادي جدا. وارد يجي دلوقتي الرابع وانا بقول لك دلوقتي وتمام، مش هتضايق جدا. كل الغلطات الكارثيه اللي بتحصل طول الماتش، شوبير، ياسر ابراهيم اللي جاي السبب في الجون الاول وخروجه، الجون الثاني، والمنظر البشع اللي احنا فيه ده، مش فريق ينافس على الهبوط. مش فريق ياخد دوري. ده مش منظر فرقه ابدا، مش اسامي فرقه. ايه اللي وصلنا للمستوى المقرف ده؟ احنا عمرنا ما كنا كده. جبنا صفقات الدنيا والاخره، نجوم الدنيا كلها، علشان في الاخر يبقى ده منظرنا كده. لا، رجع لي كل الناس اللي كنت بحارب بيهم، ويبقى منظري الاهلي اللي نعرفه، ولا نبقى بالمنظر ده 3-0 في الماتش اللي كان يخليك تاخد الدوري. يبقى انت فريق كلمة ضعيف دي قليلة. كل الناس لازم تتحاسب على المستوى اللي الاهلي وصل له ده. اقل حاجه تتقال حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ساعد ان الاهلي يبقى في المستوى ده. ولا تقول لي تحكيم، جبنا تحكيم اجنبي وخسرت، ومفيش اي غلطات تحكيميه في الماتش، كل الرابع جاي عادي. الدنيا عندنا حلاوه. ياسين مرعي ده انا ندمان ندم عمري ان انا في يوم من الايام شبهته محمد عبد المنعم. احنا اسوأ فريق بينافس على الدوري، وكده كده الدوري انتهى للزمالك او لبيراميدز، الله اعلم ايه اللي هيحصل. كده كده احنا خسرنا، هنخسر ماتش الزمالك.